يا مساء الفل عليكم. عايز اسألكم سؤال. هو انت اهلاوي اصبحت شتيمة؟ هي ان انت تبقى من كفر الشيخ اصبحت شتيمة وتبقى سبب ان ممكن انسان يقولها بهزار فيتحول للتحقيق وممكن يتوقف عن العمل؟ من امتى الكلام ده؟ من امتى كنا تافهين وهايفين لدرجة ان ممكن انسان يتوقف 8 مباريات علشان قال لفظ مش شتيمة؟ وفي نفس الوقت اللي ناس سبت الدين وضربت بالقلم اخدت عقوبة مخففة. يعني انت دلوقتي لما يبقى النادي الاهلي بيلاعب فريق وينزل الحارس الاسطوري اللي مفيش منه محمد الشناوي في ماتش هو كان احتياطي فيه، وينزل عايز يتهجم ويضرب الحكم المساعد لحكم الساحة، فيتوقف 4 مباريات، فتطلع الهيصة والزنبليطة دي كلها وناس بتدور على ضربة جزاء وهمية، وناس رايحة واخدة وفد ورايحين عايزين يسمعوا تسجيلات الفار علشان تتخفف العقوبة، ويقولوا ان احنا سبب النرفزة اللي احنا كنا فيها ان احنا اتظلمنا على ضربة جزاء. في نفس الوقت اللي لاعب منهم اسمه ياسين مرعي كانت لمسة يد صريحة تتحسب ضربة جزاء صريحة. واكتر من ماتش ياسر ابراهيم بتدخلات وحسين الشحات اللي اتحكمت له ضربة جزاء على بيراميدز، وانا سمعت من محمود عاشور ان دي بتتاخد كمثال سيء في تحكيم المباريات وبيتحسب عليها كغلطة. كورة حسين الشحات في ماتش بيراميدز بتتحسب كغلطة كارثية حصلت في مباريات، ان انت ازاي تحسب دي ضربة جزاء وانت واحد من الناس استفدت منها؟ فيوصل الحال ان يجي في يوم تكريم للحكام ويقول واحد من ضمن الناس محمود وفا ابن كفر الشيخ، فيضحك هنا بريدة، وبعد الماتش يشوف ردود الافعال من ناس هي اللي قالت الكلمة دي في برنامج المفروض ان هم اصلا اتوقفوا او هيتوقفوا، ان علشان قالوا ان هو من كفر الشيخ وحط تحت كفر الشيخ دي مليون خط. فتطلع انت بعد ردود الافعال بتاعه الننوس اللي انتوا بتدوروا ازاي ترضوه، فتقول ان انت هتحول المسؤول الاعلامي او المسؤول اللي كان بيقول ان هو من كفر الشيخ، وانت ضحكت يا هاني يا ابو ريده في وقتها، فتطلع انت توقف الراجل ده وتحوله للتحقيق. احنا وصلنا للتفاهه والهيافه للدرجه دي. وصلنا للتفاهه ان نادي مصروف عليه مليارات وبيدفع رواتب مدربين قاعدين في بيوتهم او بيدربوا فرق تانية انت بتدفع لهم رواتب لغاية النهاردة، ولاعيبة طالعة من عندك اعارات وبتدفع لها رواتبها لغاية النهاردة، زي رضا سليم مثلا، انت بتدفع له الرواتب دي كلها ومش عارف ان انت تنافس على بطولة الدوري، فبتدور على ضربة جزاء وهمية في مباراة اصلا لو انت طلعت ان هي ضربة جزاء بالفعل وهم قالوا للحكم ان هي ضربة جزاء مش هتعيد الماتش ولا يتغير في نتيجة الماتش شيء. امين عمر الحكم الملاكي الاهلاوي لما غرفة الفار قالت له ان دي ضربة جزاء لان الكرة على الخط، وقالك انا مش مقتنع في مباراة الزمالك ودجلة او الزمالك والمقاولين، قالك انا مش مقتنع، عدت وخلاص وعادي. انتوا النهاردة بتدوروا على تسجيلات الفار علشان هتحسبوا ايه؟ هتحكم لكم ايه؟ يتعاد الماتش؟ مش هيتعاد، لان انا قلت لكم في فيديو قبل كده ان لازم حكم الساحة يقولك انا غلطت عن عمد ان انا ما حسبتش ضربة جزاء، وطبعا مش هيقولها. عايز اوجه كلامي بس لمسؤولي الرياضة في مصر ولحكام الساحة في مصر ومسؤول اتحاد الكورة في مصر. بصوا يا جماعة، القاضي على المنصة، منصة القضاء، لما بيستشعر الحرج بيتنحى عن القضية. القاضي اللي بيكون مرتشي وبيسهل ان يدي براءة لواحد المفروض ياخد اعدام، ده بتصب عليه لعنات العالم والناس كلها بتتف وتنف عليه. ده القاضي. حكم الساحة قاضي، لو استشعرت الحرج تنحى عن المباراة ما تحكمهاش. لكن ان انت يتقال عليك ان انت مرتشي
ويتقال عليك ان انت بعد ما تعتزل ب10 و20 سنة ان انا كنت اهلاوي وان انا جاملت الاهلي، ان انا لما احسب له 7 دقايق واوصلهم ل 13 و14 دقيقة علشان خاطر يتعادل او يفوز وتضيع مجهود اندية تانية، انت كده هتصاب باللعنات ويتفوا وينفوا عليك، وانت بدون شخصية، انت بدون مش عارف اوصلك المعلومة ان انت تبقى انسان بتساعد في ضياع مجهود اندية علشان خاطر نادي واحد هو اللي ياخد البطولات دي كلها. فانا هقول لك انت حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم في كل واحد شايف الحق ومش عايز يقول انه حق. السلام عليكم.